السلام عليكم. هاد المرة ما كنوجهش هاد الفيديو للجمهور الرجاوي، هاد المرة كنوجه هاد الرسالة للجمهور المغربي اللي كيعشق كرة القدم. كنظن بودريقة راه البارح وصل الميساج، بودريقة راه فاعل، بودريقة دار عليه. المهم اللي بغيت نقول لكم انايا كنطلب من النوادي المغربية ككل وبالخصوص الفروق المتصدرة خاصها دير حل، راه من حقها توقف البطولة نهائيا. راه الدليل البارح كان واضح، المسارات التحكيمية راه الله يجعل البركة صافي، راه ما بقينا باغيين الدليل راه كان البارح واضح. وانايا شخصيا سبق لي لحت فيديو في الدقيقة 85 باقا المقابلة ما سالاتش، والفيديو اللي لحت قبل ما نسمع الاستقالة ديال بودريقة نفس الهضرة اللي قلت قالها بودريقة، ونفس الهضرة اللي قلت قالها المدرب ديال وجدة. اذا من الاخر انا نقول لكم علاش النصيري دار هذا الفيلم كله. علاش النصيري خاف من الهزيمه الرابعه على التوالي؟ علاش؟ كون وقعات هذه القضيه وهي في الحقيقه راه هزيمه ليس انتصار، كون وقعات هذه الهزيمه الرابعه في مطور في كازا كتلقى ارحل. اذا فيلم باين. على اين كنطلب من السفلاجه ما يبقاش يقولوا لينا حيوانات الحديقه، حيت حيوانات الحديقه ما كتحبش الظلم. حيوانات الحديقه كتحب تربح ماتش جديه. وما تنساوش الرجاء من زمان عنده مشكل مع التحكيم، وعلى اين حنايا واخا ضدنا التحكيم كنجيبوا نتائج جيده. واخر دليل جبنا كأس من تونس امام 90,000 متفرج تونسي وضد 5 حكام، والرجاء جابت كأس صحة بهذا المفهوم صحة. اذا كنطلب وكنوجه الرسالة ديالي، الا كانت هذه بطولة برو كما كتقولوا راه الفيفا عندها سلطة. انا كنطلب من المسؤولين ديال النوادي المغربية يصيفطوا رسالة للفيفا، واخر مطاف يصيفطوا لهم غير المقابله ديال البارح المسارات التحكيميه، وكنظن فيفا غتلقى حل. بطريقه راه فسح لكم المجال، راه هضر وطلب الاستقاله ديالو. اذا كملوا من عندكم. اذا كنقول لكم ديروا بحال بودريقه، وقفوا البطوله وهنيوا السوق. المهم كنقول انا شخصيا عندنا مزاره تحكيميه وفي نفس الوقت عندنا مزاره تحليليه. الرياضيه كتجي ديما في مقابلات الوداد محللين ديال الوداد اللي ما غاديش يقولوا الحقيقه. على ايه شفت في الفيديوهات محللين كيقولوا لك حرام هادشي اللي دار، في نفس الوقت كاينين واحد المحللين سكتوا. غنعطيكم الدليل البارح بطريقه تيقول لهم طلب الاستقاله ديالي ستوب، وهذوك اللي كانوا في الماتش كيقولوا بطريقه يتهموا الجميع. اللهم ان هذا منكر. واش عباد الله ما شفتيش هذاك المسار اللي وقعات وكتقول بطريقه كيتهم؟ المهم غنختم هذه الرساله ديالي، السياسه فوق البالون يا ابو حمرون. مبروك البطوله رقم 36. السلام عليكم. وعليكم السلام.